هلو هلو أنسين. هاي ميمي، كيف حالك؟ الحمد لله، كيفكم أنتو؟ الحمد لله. احنا فين؟ أنتو الآن في ماي ورك سبيس. حلو، جاهزة ل 35 سؤال؟ طبعا أكيد. طيب كيف تبدأي يومك؟ كيف أبدأ يومي؟ أول ما أصحى من النوم على طول أروح أدور على دفتري البنك عشان أعرف إيش جدولي اليوم. عجبني انه بينك. طيب لوك بسيط ولا جريء؟ أحب اللوكات الجريئة، بس عشان أختصر على نفسي أحط أو أسوي لوك بسيط. طيب 3 كلمات تصف ميمي. عفوية، هادية، وتحب الحياة. جميل. تحبي الروتين ولا التغيير؟ أحب الروتين وعندي روتيني الخاص، بس بين فترة وفترة لازم أكسر الروتين. طب مين ألهم ستايلك في المكياج والشعر واللبس؟ ماما، لأنها كانت ميك اب ارتست، فأي شيء يخص الميك اب والشعر ماما تلهمني فيه دائما. مرة كيوت، الله يخليها لك يا رب. آمين. ميك اب خفيف ولا ثقيل؟ ميك اب خفيف ولا ثقيل؟ زي ما انت شايفة أحب الميك اب الثقيل، بس عشان بشرتي ما تنعدم فأحط ميك اب خفيف. إيش تحبي تسوي في وقت فراغك؟ أنا مرة أحب البحر، فأروح البحر وأسوي تان. الله، بتاخديني المرة الجاية؟ طبعا لازم. حلو. طيب دولة زرتيها وعندها أفضل الصوالين؟ الصراحة أحب أسوي شعري بنفسي، فلما أسافر مو كثير أدور صوالين. أنا أتفهمك شوية لأنه أخاف أجرب أي صالون. صح، مرة يخوف. إيش أكثر شيء يعطيكي طاقة إيجابية؟ الماتشا. يمي. إيش خلاكي تبدأي تصوري للسوشيال ميديا؟ فاني ستوري، لما كنت صغيرة كنت مرة أحب اليوتيوب وأتفرج بالساعات باليوتيوب، فماما قبل فترة كانت تتفرج بألبوم الصور ولقيت صورة لها وأنا موقع عليها وكاتبة من ميمي المشهورة. ذكرى مرة كيوت. أكبر تحدي واجهتيه في حياتك؟ أكبر تحدي واجهته في حياتي ممكن لما نقلت مدينة ثانية وعشت لحالي. الصراحة الغربة صعبة. مرة صراحة. كيف تتعاملي مع الانتقادات؟ أقرأ الكومنت وأسوي سكيب وأكمل حياتي طبيعي، لأنه مو كثير يأثر فيني. وهذا أهم شيء. طبعا. مين أكبر داعم لك؟ أهلي كلهم، الله يخليهم لي. ويحفظكم يا رب. آمين يا رب. أكثر تسريحة كنت تحبيها وأنت صغيرة؟ وأنا صغيرة شعري كان كيرلي، فما كنت كثير أسوي تساريح، كنت أحبه مفتوح أكثر الوقت. طيب كيف كانت تجربتك لما نقلت الرياض وعشت لحالك؟ طيب إيش رأيك نجاوب على السؤال هناك وإحنا ناخذ راحتنا؟ يلا. لما نقلت الرياض الصراحة التجربة كانت صعبة وحلوة في نفس الوقت، لأنها علمتني أشياء كثير خاصة عن نفسي وعن الناس. حلو. إيش أكثر شيء افتقدتيه بعد ما عشتي لحالك؟ جلستي أنا وأختي آخر الليل وإحنا نحش بالناس ونتكلم عن أشياء كذا عميقة. الصراحة أحلى جلسة. بنجيبك المرة الجاية. ما أقول لا. طيب قصة شعر غريبة بس تعجبك؟ ممكن الولف كات، بس على غيري مو علي. بلا أجرب. أحسها بتليق عليك، وباي ذا واي خليني أضيفك. يعطيك العافية. طيب شعر طويل ولا قصير؟ أحس بالنسبة لي طويل لأنه يحليني. تفضلي. شكراً. طيب أكلة على طول تخلي بشرتك صافية؟ ما في أكلة معينة، بس أي فاكهة خضار كذا يحسن البشرة أحطه بالسلطة وأكله. بالعافية. الله يعافيك. متى بدأتي تروح الجيم؟ بديت أروح الجيم لما كنت بالثانوي، بس ما التزمت إلا آخر سنتين الصراحة. حلو. كيف تحسي يومك إذا ما رحت الجيم؟ لأني مرة تعودت على الجيم وصار جزء كبير في يومي، فلما ما أروح الجيم أحس فيه حاجة ناقصة. طب شعر ويفي ولا ستريت؟ مرة صعب أختار إذا ويفي ولا ستريت، لأني أحبهم الاثنين، الويفي والستريت. طب كيف تهتم بشعرك؟ كيف أهتم بشعري؟ الفترة الأخيرة صايرة أحط صدر بشعري والصراحة مرة فرق. أتفق 100%، فرق معي أنا كمان. صح، مرة حلو. كيف تختاري منتجات مناسبة لشعرك؟ على حسب شعري إيش يحتاج. إذا حسيت إنه شعري جاف هذه الفترة فأروح أدور على منتجات ترطيبها عالي. حلو. إيش أسوأ نصيحة سمعتيها عن الشعر وطبقتيها؟ الحمد لله ما قد صار، لأن أنا ما أسمع نصيحة من أي أحد، أحب أروح أسوي ريسيرش بنفسي يعني. كيف شعرك يعبر عن شخصيتك؟ تقدري تعرفي مودي من شعري، إذا مودي خربان أو إذا شعري خربان مودي خربان. الصراحة أتفق. طب تحبي تصبغي شعرك؟ أيوة، مرة كنت أحب أصبغ شعري كثير. طب تصبغي شعرك في البيت؟ أصبغ شعري في البيت وأستخدم صبغة لوريال بروجي. حلو. ليش اخترتي صبغة لوريال بروجي؟ لأنها خالية من الأمونيا وتستخدم تقنية الزيت الدقيقة،
فتعطي لون طبيعي ومشرق. يحمس. طب إيش الخطوات اللي تتبعيها لما تستخدمي صبغة لوريال بروجيجي؟ أول شيء أخلط الصبغة مع المطور، بعدها أقسم شعري الأجزاء وأحط الصبغة من الجذور للأطراف، وبس كذا أخليها نص ساعة وأغسلها. نص ساعة بس؟ حتخليني أروح الآن أشتري. لازم على فكرة. طيب لو قالوا لك لون واحد لشعرك طول حياتك إيش بيكون؟ لون واحد لشعري طول حياتي ممكن نفس لون شعري الحين اللي هو بني غامق. حلو. طيب لون واحد ولا هايلايت؟ زمان كنت مرة أحب الهايلايت، بس آخر فترة اللي هو لون واحد. أكتر لون جريء نفسك تصبغيه؟ أكثر لون جريء نفسي أصبغه اللي هو الأحمر، وخلاص أوريدي صبغته فالحمد لله. كلمة أو عبارة تؤمني فيها؟ كلمة أو عبارة أؤمن فيها لما تحبي نفسك أو لما تبدأي تتقبلي نفسك تتقبلي الحياة. جميل. وصلنا لآخر سؤال للأسف. للأسف. إيش أكتر شيء ممتنة له؟ ممتنة لنفسي ولإنجازاتي وكل حاجة أقدمها لنفسي. يعطيك ألف عافية، مرة انبسطنا معاك. الله يعافيكم، أنا مرة انبسطت أنسين. باي باي.